السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي نور، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال وراحة بال، اللهم امين يا رب العالمين. تعالوا بقى الفيديو بتاع النهاردة كده كله تشجيع وطاقة وحيوية ونشاط ان شاء الله. ان شاء الله يخليكي تقومي يعني تقلبي الشقة كده وتغيري كل حاجة فيها، ومن غير ولا مجهود ولا فرهضة في الحر دون. يعني على قد ما هنقدر كده هنغير من شكل الشقة، ونغير كده شوية برضو من نفسيتنا. لان زي ما احنا عارفين ان طول ما انت ايدك في الشقة على طول والشقة رايقة، انت نفسيتك بتتحول بصراحة. يعني خلينا كده عارفين ان نفسيتنا بتتغير اول ما بنلاقي الشقة رايقة كده ونظيفة، طبعا عكس ما بتكون متبهدلة. يعني عايزة اقول لكم بنبقى خلاص اللي هو ايه، مش طايقين نفسنا اصلا ولا طايقين العيال حتى يجوا ناحيتنا. فالحمد لله على كل حال. فانا عايزه اقول لكم كده هشجعكم وهنشطكم بالفيديو النهارده زي ما انتم شايفين كده. يعني هغير كل حاجه كده، اللي هو الصاله دي هغير كل الواناتها كده بكل حالها كده اللي هو فيها. لا هغير كل حاجه ان شاء الله. والارجع عندي برضو كان الحمد لله يعني نضيف الى حد ما، غير بس شويه ترتيبات بسيطه كده فيه خليت الدنيا رايقه. وعايزه اقول لكم والله في وقت قياسي جدا، يعني وقت اللي هو ما لا يذكر، يعني ما كملتش حتى ساعة الا ربع فيه، بمسح بتغيير بكله. يعني عايزه اقول لكم الصاله والارج مع بعض، مش الصاله بس او الارج بس. وبرضو علقت الحمد لله برضو الستاره اللي هي بتاعت الشباك، وبصوا غيرت بقى كل حاجه. فان شاء الله الفيديو النهارده كده يشجعكم ويحفزكم كده تخلصوا كل اللي وراكم. بس اهم حاجه ما تنسونيش بدعوه حلوه من قلبكم واللايك والاشتراك كده عشان القناه تكبر بيكم. وتابعوا كده الفيديو للاخر ان شاء الله هتنشطي وتخلصي كل اللي وراكي. مش شرط يكون برضو زي عندي الصاله مثلا او الانتريه او ايا كان، لا يعني عندك مثلا مطبخ، عندك اوضه الاطفال، عندك اوضه النوم، الحمام، المطبخ، الحاجات دي كلها ان شاء الله هتقومي تغيري كده فيها وتروقي، والدنيا ان شاء الله تبقى زي الفل. بصوا خليكم فاكرين المنظر اللي انتوا شايفينه قدامكم دون اللي هو الصاله. عايزه اقول لكم كل الالوان دي هتتحول دلوقتي. يعني مش هقول لكم هتتروق، لا هتتحول الالوان. اللون الرصاصي ده اللي انتوا شايفينه الجري ده هيتغير خالص، مش هيبقى موجود اساسا. يعني قلت لا بقى اغير شويه كده. عايزه اقول لكم والله اقل تغيير بسيط جدا صدقيني بيفرق في نفسيتنا جدا جدا جدا. يعني حاولي تغيري بايا كان، يعني بدلي ستاير اوضه الاطفال مثلا بالستاره بتاعه الصاله، غيري مثلا في اللي هي البياضات مثلا بتاعه الركن او الانتريه، غيري في اي حاجه. يعني انت لو غيرت ملاية سرير مثلا كنت حطاها ساده وبعد كده هتحطيها مثلا منقوشه او مرسوم عليها، لا هتفرق معاكي. يعني بتفرق والله الحاجات الصغيره دي. لو كنست الارض مش هقولك مثلا نمسحيها، انت لو كنستيها بس هتفرق معاكي. فانت حاولي كده ايه يعني تشجعي بس وقومي خلصي كده. يعني اي حاجه تغيير بسيط صدقيني هيفرق معاكي. انا عارفه ان الجو حر، شغلي المروحه، شغلي التكييف اللي موجود عندك شغليه. يعني اغيبي واقعدي هوي على نفسك يا ست في مروحه ورق ولا اي حاجه، بس قومي تشجعي. والله صدقيني بجد هتفرق في نفسيتك جدا انك تقعدي في مكان نظيف، مكان انت راضيه عنه وحاسه ان هو مديكي طاقه كده ايجابيه. بيفرق جدا. واحنا بصراحه بنتلكك عشان اي حاجه ترفع من نفسيتنا كده والمعنويه عندنا بصوا ما شاء الله يعني تحت الصفر. فاي حاجه صدقيني هتغيريها هتحول نفسيتك جدا، هتخليكي بقى عندك طاقه كده تقعدي مع العيال شويه، تلعبي معاهم، تقعدي مثلا تعملي لهم اكله حلوه نفسهم فيها. فحاولي كده على قد ما تقدري كده اتشجعي وغيري في اي حاجه. حتى بقولك لو حاجه بسيطه، ده انا بقولك يعني لو غيرت ملاية سرير، لو غيرت مثلا ستاره مثلا بستاره اوضه او ايا كان، ستاره الصاله مع ستاره الاوضه، ستاره الانتريه مع الصاله، الحاجات الصغيره دي بتفرق. عندك حافظه مثلا برضو بدلي الحافظات كده مع بعض. يعني حاولي كده تغيري على قد ما تقدري. يعني احنا ما شاء الله علينا احنا ستات ما بنغلبش، يعني اللي هو ايه دماغنا الحمد لله شغاله، اللي هو هنعرف نظبط اي حاجه كده مع بعضها. بس اهم حاجه تكون حاجه ماشيه مع بعضها على قد ما نقدر. انا يمكن عندي بصوا زي ما انتوا شايفين اللي هي الكورنيشه اللي فوق لونها اخضر ومن تحت جري، بس انا عندي المشكله دي اصلا زي ما انتوا عارفين عشان الرطوبه اللي هي في الحيطه زي ما انتوا شايفين كده في الجنب باينه شويه. الرطوبه اللي هي كانت عندي، بس الحمد لله جبت الشركه عملتها. يعني شافت السبب في ايه وعملته. بس ما ينفعش ادهن الصالة تاني، يعني انا دهنتها بتاع 3 مرات
ومفيش اي نتيجة خالص. بس الحمد لله الشركة دي عرفت العيب في ايه، والمفروض ان هي عملته، وهي في ضمان 6 شهور. بس ما ينفعش ادهن الصالة غير بعد من يعني 3 شهور او 4 شهور. قالوا تكون الحيطة نشفت خالص، عشان ما ندهنش دلوقتي ونرجع بعد كده نلاقي فيها برضو عيب تاني، او ان هي لسه المية برضو في الحيطة ما نشفتش حلو فالدهان يبوظ. فلا، لازم نستنى شوية عشان برضو نلحق الضمان، يبقى بعد من 3 ل4 شهور كده ان شاء الله نشوف في ايه ونلحق الضمان ان شاء الله فيها. فربنا يسترها ان شاء الله. يعني هو الضمان 6 شهور، فان شاء الله يعني في خلال لو عملنا مثلا بعد 4 شهور دهنتها ان شاء الله، يعني ربنا يا رب يقدم اللي فيه الخير. فساعتها الشهرين الباقيين هيبان لو في عيب برضو لسه، يبقى كده هيبان ويجوا برضو يشوفوا بقى العيب في ايه بقى. هما يعني في حاجة طبعا اكيد ممكن يبقوا اثروا فيها ما اتعملتش صح، فيجوا برضو يشوفوا في ايه. فعايزه اقول لكم برضو الفكره دي حلوه جدا، احسن من لما تجيبي سباك ويجي وكسر سيراميك ومش عارف ايه. يعني احنا قلنا لا، احنا نجيبهم يكشفوا ويشوفوا، ما بيكشفوا بجهاز ويشوفوا العيب في ايه. فده طبعا اوفر بكتير من لما اجيب سباك ويقعد يكسر ويعمل ويقول ده في ماسوره مكسوره، لان احنا كنا متاكدين ان في ماسوره مكسوره بالوضع اللي احنا فيه ده. يعني احنا سنين كتير جدا من ساعه ما اتجوزت والمنظر بتاع الصاله كده، وكل شويه ندهن فيها مفيش فايده خالص، الوضع والمنظر زي ما انتوا شايفين. فقلنا لا بقى، يعني نستنى شوية كده ان شاء الله وندهن بقى ونشوف الدنيا ايه هترسى على ان شاء الله. المقصود بقى خلينا بقى في الفيديو بتاعنا كده بقى اللي كله تشجيع وطاقة كده ان شاء الله. فبصوا عايزة اقول لكم بقى بعد ما خلصت كده الستارة برضو، قلت اللي هو يعني الستارة هغيرها واعلق اللي هي النبيتي، يعني بتبقى ابيض في نبيتي كده، وهركب الكفر النبيتي وهغير كده ايه من المنظر كده كله بتاع الصالة. وفعلا يعني حطيت اللي هو ايه، وحتى الحافظة بعد ما هفرش السجادة اللي انتوا كنتوا شايفينها معايا هفرش برضو الحافظة نبيتي. يعني قلت ايه اخلي الوان كده شوية متناسقة مع بعض، مع انها مش ماشية يعني قوي، اللي هو طبعا الدهان نفسه جري. بس قلت لا والله حاساها ماشي جدا. يعني انا عايزة اقول لكم مبسوطة بيها. طالما انت مبسوطة بالحاجة ما يهمكيش كلام اي حد، انت غيري من النظام، غيري من الشكل، غيري الديكورات بتاعت بيتك. صدقيني انت هتفرق معاكي وهتفرق في نفسيتك، هتحسي ان انت مش فارق معاكي كلام اي حد. وما تخليش اي حد يهزك بالكلام او يقولك مثلا ايه ده مش حلو، لا ده مش عارف ايه. طالما انت مبسوطه بيه انبسطي بيه، ليه تضايقي نفسك؟ ليه تخلي حد يجي يعكنن عليكي حياتك؟ لا، هنبسطي بحاجتك وافرحي بيها. اي حاجه عملتيها ديكور بسيطه او اي حاجه انبسطي بيها، انت مالكيش دعوه بحد ولا بكلام حد. يعني انا عايزه اقول لكم الكفر ده عندي بصوا فيه مشكله جامده جدا. يعني انا جبته والله حرفيا ما كملتش، ما لحقتش اغسله وانا فرشاه. ولما غسلته انا كل غسله ليه بيسوق اكتر. يعني هو حرفيا حلو جدا النبيت اللي هو اللي انتوا شايفينه ده. انما بقى الكرانيش بتاعته اللي هي دي، بصوا الكروهات، بصوا المنظر عامله ازاي. مع ان اللي كنت جايباه القماش بتاعه كان نضيف وغالي جدا، بس مش عارفه في ايه. يعني ما استرخصتش في القماش، مش هقول لكم غالي قوي قوي قوي، بس اللي هو يعني كان برضو كان سعره عالي برضو، يعني اللي هو ما استرخصتش فيه. وفجأة لقيته فتل كده، طلع فتل كده كتير قوي وكش، وفي حاجة غريبة. مع ان والله واحدة صاحبتي جايباه معايا ما شاء الله اللهم بارك، ربنا يا رب يبارك لها فيه. فمعرفش هل اللون ده عنده كان فيه مشكلة ولا كان فيه ايه، مش عارفة. فانا قلت ان شاء الله ان شاء الله برضو ربنا يقدم اللي فيه الخير. وقت ما يعني في اي وقت كده ان شاء الله احاول اغير اللي هو اجيب قماش تاني، واحاول اوديه للخياطة اخليها اللي هي تشيل الجزء اللي هو دون بس، وتركب لي مكانه قماش تاني جديد. فبحس ان ايه برضو يعني اغير، لان بص منظره صعب جدا. بس انا قلت تغيير، يعني انا عايزه اغير من الالوان ومن ديكور الصاله كده شويه، احس ان ايه نفسيا يعني كده برضو بتفرق. فعملت ايه بقى هنا، بصوا فرشت بقى اللي هو الكفر النبيتي دون، وفرشت الحافظه النبيتي والستاره النبيتي، والستاره التانية بتاعت الطرقه دي طبعا داخل برضو فيها يعني داخل فيها الوانات كتير قوي، فبتمشي بصراحه مع كله. يعني هي عشان فيها كذا لون فبتمشي طبعا مع كله. يعني حطيت اللي هو النبيتي تمام، الرصاصي تمام، ايا كان بقى حلو تمام ماشي مع كله. ودي بصراحة ميزة مش عيب، يعني ده عايزة اقول لكم ميزة جدا حلوة جدا، اللي هي ايه مش بغيرها، وهي كمان عجباني عشان تقيلة.
فبتداري طبعا عشان في اي ضيف دخل او كده، عشان باب الشقه زي ما انتوا عارفين على الصاله، فما بيبقاش المطبخ والحمام واوضه النوم كل ده من جوه ما يبقاش مكشوف معايا. بصوا بقى فرق معايا قد ايه، والله انا مبسوطه بيه. يعني هتقولوا لي لا مش ماشي مش قوي ما اعرفش ايه، اقول لكم لا مبسوطه بالتغيير. وانت كمان انبسطي باي حاجه تعمليها، قلت لك حتى لو كانت بسيطه جدا، انبسطي وافرحي، ما تخليش اي حد يضايقك ولا اي حد يشحنك طاقه سلبيه. انبسطي بالحاجه اللي انت عملتيها واعملي اكتر. يعني حاولي ان انت تشحني نفسك طاقه كده ايجابيه، انك تعملي حاجه تانية وتطوري وتظبطي شقتك. والله واهم حاجه على فكره يعني ايه، النفسيه. واهم حاجة ان البيت نظيف، فطول ما بيتك نظيف نفسيتك تمام وعشرة على عشرة. مش عايزة اقولك مش بغلو الحاجة ولا بغلو ان انت مثلا تبقي جايبة عفش واو ده جامد وملهوش حل وغالي وبتاع، لا والله اهم حاجة النظافة. طول ما انت نظيفة في بيتك ده زي الفل، ده كده عشرة على عشرة. وهنا بقى كنت ركبت بقى ستارة اللي هي الستارة اللي بره اللي في الشباك الكبير. عايزة اقول لكم ده احنا كنا ايه، الشمس كانت هتاكلنا، رغم ان احنا يعني هقول لكم المكان البيوت قريبة من بعض، بس لا فرقت جامد بصراحة. يعني حاسة ان في الصيف اللي احنا فيه ده لو انت فين الشمس هتطولك يعني. فركبتها كده قلت برضو ايه اللي هو يعني تحجز شوية الشمس والحرارة وكده عن الشقة عندي. وبعد كده دخلت بقى على الانتريه، قلت اخده بالمرة. والله ده حرفيا ما خدش معايا حاجة، ما كملش يعني كله كده 10 دقايق، رغم ان التصوير بياخد وقت، لا ما خدش وقت خالص. ولو انت وصلت معايا لغاية هنا ما تنسيش كده اللايك والاشتراك كده يا حبيبة اختك كده، الله يبارك لك، عشان يعني ايه الفيديو يكبر كده ويوصل لاكبر عدد مشاهدات ان شاء الله، والقناة كمان تكبر كده ان شاء الله يا رب ان شاء الله بيكم. وهنا بقى بص مسكت دي كانت تقريبا يعني اكتر ركنه ايه، اكتر كنبه كانت متبهدله. طبعا دي الكنبه اللي انا قلبتها سرير لابني والحمد لله باظت. يعني زي ما انتوا عارفين القصه بتاعتها، يعني لو شفتوا الفيديو اللي هو بتاع الكنبه وكده، تغيير الكنبه وكده لما حولتها سرير، فالحمد لله يعني. انا معرفش هو الراجل جاب منين الفكره دي بجد بجد، واحنا ايه صدقناه ومشينا وراه، وده انا عندي واحده زيها في البيت عاملها وبتاع. لا 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 حرفيا بجد ندمنا ندم عمرنا ان احنا غيرناها، لان ده خشب عمولة. يعني كان فعلا بجد الخشب ده ما شاء الله اللهم بارك، يعني بقاله سنين السنين من يعني بتاع العفش بتاع الجهاز بتاعي الجواز بتاعي. لا حرفيا ايه ده، لا كان جوزي والله كان عامله عمولة، كان تحفة بجد وما شاء الله، خشب متين يعني اللي هو مش اللي هو مثلا استرخص فيه او كده، لا كان حلو جدا. بس بقى ربنا يسامحه يعني بوظه، وفي الاخر عملته اللي هو الدرج اللي من تحت اللي المفروض كان هيتحول سرير دون، رحت عامله لابنه دولاب زي ما انتوا عارفين، والحمد لله. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.